بما ان انتوا طلبتوا مننا ان انا اعمل لكم فيديو الاكل ووحشكم وانتوا كمان وحشتوني، فقلت يلا والله العظيم ايه هتاكل لوحدك؟ هاكل لوحدي. انا قلت خلاص محدش بيرضى يطلع معايا في فيديو الاكل، هاكل لوحدي. ومفيش حد هياكل خالص؟ مش حد ياكل خالص. انا ما اعرفش اطلع من غير عم علي. دي معلقه عم علي طبعا انتوا عارفين. عم علي ما بيعرفش ياكل غير كده. مش النهارده عامله لنا اختراعات؟ عامله اكله جامده يا اولاد والله. انا اكلت تلات ارباعها وانا بغرف. مش معلقه صحيح؟ لا يا حبيبي كل بمعلقتك. انت بتمثل بقى قدام الناس يعني ان انت رقيق. انا معروفه مننا يعني ان انت رقيق وكده. يلا يا نانا ابوكي اكل يا نان. شكرا بندقتي. شكرا بندقتي. انتوا بتدالي في ايدي ان هو سخنه. اتفضل يا عم علي. تعال كل انهم مش مهم احنا. هي ولادك اصلا بياكلوا اكلنا؟ لا ولا بيشربوا شربنا. بص انا عايزاك تاكلها بالبتنجان بقى بحالتها كده ببعضها. بسم الله. طلع فراخ. ايه؟ انتوا غلبانين كده. احنا غلابه هنا اصلا. يعني احنا مالناش غير بعض. صحيح طبعا انتوا طبعا. بسم الله. انتوا مش شايفين احنا بناكل ايه؟ طب سمي بقى. لانه الشطه يا نانو والليمون. سمي بقى نوبك صوب فينا. انتوا مش شايفين احنا بناكل ايه، بس انا والله العظيم عامله عظمه. الاكله دي جميله، كنتش اتوقع ان هي تبقى حلوه كده. سخنه قوي كده. سخنه، ما هي الاكله دي تاكل سخنه كده عشان تدفيك. ده نار ايد. تدفيك. دنيا ساقعه. لما كبرنا في السن فعظمنا بقى بوجعنا فبنحس بالسقعه. لا اتكلم عن نفسك. ما تجيبش اسمي. الله. ايه رايك؟ الفراخ ده هتعجبك قوي يا نانا. والله عيش بقى يا نانو وهيصي. لا مش طبيعي يعني. طيب معلقه عصره ليمونه. تحس ان هي ايه، قلب على كبسه. دي عباره عن ايه نشوه عشان اللي لسه داخل مش عارف وما شافهاش بعالم نشوه. الفراخ دي طعمها مشويه بجد والله. هي دي يعني زي خلطه بيضه بالصلصه، خلطه محشي عليها بتنجان فوق وتحت. يعني عاتي على مقلوبه كده. اقعد ازعق العيال عشان باكل البتاع اللي في دي، بس عشان انا بخاف منها لا عشان هو بيخاف على عياله. انت بتشرب سجاير؟ هو بيخاف على عياله فعادي. امير ابني بيجيب لنا حاجات بالعربيه وجاي ونانو قاعده جوه مش عايز تاكل دلوقتي عشان هي فطرانين متاخر. احنا اصلا متاخر، المغرب قدم. احلى فراخ عملتها نشوف حياتي. في حياتي؟ والله في حياتي؟ والله. انت ظالم قوي. بقول انت حاجتك حلوه، انا قلت انت اكلك وحش. في حياتي. لا الاكله دي خطيره. حلو. ولاد الواحد بيبقى عايز اكله سريعه وفي نفس الوقت دسمه كده حلوه. خرب التاكل ده كده معايا. تعرفيش تاكلها بنت؟ انا اخده كله. انا قدامي فراخ بالبصل برضه. ده ارحم زمان كانت تعمل حلتين محشي ودكران بط. فاكره ان شو ايام كنا العدد العيله. والله. لا كان وبعدين كان ده المحتوى اللي الرايج يعني. ده اول حد كان يعمل فيديوهات. يعني احنا كنا بنعمل فيديوهات اللي هو اللي لازم تاكل كميه. كان ده اللي منتشر وده اللي ماشي. فجت في يوم قلت لنشوه، اقسم بالله ما كان حد بيعملها الا احنا. قلت لنشوه بقول لك ايه، تعالى نصور فيديو. لا هي اجت ازاي؟ تعال اجت ازاي؟ كان لازم نفكر في عقاب واحنا بنصور الفيديو اللي كسب يعني كده. فالمهم جت في يوم نسينا نعمل العقاب، فصورنا فيديو اكل عادي خالص. فخلصنا فحسيت ان الناس حباه عشان كانت فيديوهات الكميات والحاجات دي مش كل الناس كانت بتتقبلها. فاكره يا نشوه؟ فمشينا على الموضوع ده ان احنا نقعد بقى ناكل جو اسري عادي وندردش معاكم. فتلاقيت المحتوى ده عجب الناس. اخدت عليه. ناس كتير بقى مشت على النظام ده ان هم يطلعوا ياكلوا عادي بعيد عن اكل الكميات وكده. يبقى الفيديو حلو. طبق ومعلقه وانت جاي. طبق ومعلقه وانت جاي. بس عشان احنا ما عدناش بنجيب كميات بصراحه، وما عدتش بطبخ كميات الا لو انا عندي عزومه على قد الافراد او اعمل مثلا اطعام او حاجه. اما انا ما عدتش بطبخ كميات، انا بطبخ على قد الاكل اللي يتاكل، ولو اتبقى حاجه منه يا بخرجه يا بناكله تاني يوم. كل ده طبق ده؟ كل ده طبق؟ بعدين ما فيش طبق تاني صيني؟ مش انت واخواتك، ده انت بس. شيل المعلقه. الموضوع على قدي. هات الكرسي وتعالى. ازيكم؟ عاملين ايه؟
ما ينفع معصوب. ايوه هات الكرسي وتعال. يعني انا الاكل اللي انا عاملاه ده حق ربنا يعني. انتوا شايفين الطبق اللي انا عاملاه ده كتير ومش هيتاكل كله. لا لا لا، الفراخ اهي الكلام ده لو مش في حياتكم يا امير. لو مش في حياتنا امير. هو كل اللي يجي يلعب لنا في الحمل ليه؟ ايه يا ابني ما انا عارفه. مش كده احسن؟ معلقتك الفراخ اهي وفراخ تاني بالبصل. ايوه بقى. لا والله مش اكله بصي محترمه. بجد؟ لا والله والله أكلة لا، محترمة. اكل حلو، اكل جامد. انت كنت دقتها يا كذاب يا قليل الدين. يعني لو ليش ما هو لو ما عملش كده ما انت هترفعي الدم بعد عارف. الاكل. بعذبكم انا. انتوا ما انتوش سامعين من قبل ما اكل وانا قاعد امدح في الاكل. بسم الله. وخلي بالكم ممكن الاكل ما بيتبلعش بس لازم نقول كده غصب عننا. نعمل ايه يا جماعه بقى؟ هتطف. امير هيحب الاكله دي لسبب واحد. ايه هو بقى يا نشوى؟ ان امير ابني بيحب يفضي المحشي، فانت جبت له المحشي فاضي لحد عنده. بصي تورتايه. انا كنت بفضلك طبعا. بص والله يا والله. نشوى شهاده لله. اكله جميله بجد؟ والله جميل. لابسين مايكات هما الاتنين شغل عالي. ايوه يعني امير اكنه مش معانا. هقص الجنب ده ونطلع انا وعلي لوحدنا عادي. هات بقى كده استنى هات. تعالى. ايوه بقى ظبطت هنا بقى. الصوص ده في ما طبق. تاكلش الحاجات دي الا انت صغير. بس يا نشوى بس يا ماما، بس خلاص. شوفوا النبي خلاص بقى. شو بتعلم ابنها ايه؟ انا مش عارف. انا معلمه يشرب سجاير. ايه عامله ايه يا نشوى؟ اصل انا جبت له حر حاطط له كتير في معلقه واحده. يا كمبته كله في لقمه واحده. ده حلو، احسن من ما فيش. يا ابنه كله. انتوا لو جربتوا الاكله دي هتعجبكم. هي مختلفه يعني بس حلوه. انا مش عارف انا باكل ايه بس هي حلوه. دي اسمها لخبطيطه. خلطبيطه بالصلصه. ايه اكتر اكله يا ده علي؟ بقى دي الفراخ اللي قدامك. بس خلص وخد. دي اكتر اكله بتحبها وعلى طول ما تزهقش منها لو قعدت تاكلها كل يوم. يعني طبعا اللحوم انا عارفه بس ايه يعني. لا ماليش في اللحوم. مشويات. سؤال محتاج مشويات. تفكير. احب المشويات قوي. علي يحب المشويات. انت يا امير ايه اكتر اكله؟ عيش وشيبسي. شيبسي. عيش وشيبسي. والله العظيم صح. شيبسي بكل انواعه، والفول والطعميه واكله العيش عموما. اكله العيش عموما ما زهقش منها. ما تخافش يا حبيبي، انت بكره تتجوز وتشبع منها. كده كده هتاكل. انت بكره يطلع عينك منها يا حبيبي ولا تزعل نفسك. ايه الفراخ انت بتعملها؟ اي والله باخد. البتنجان اصلا مفيد جدا. انا اي حاجه مفيده ما بحبهاش، مش عارف ليه. لا عشان كده ما اقدرش احط لها بتنجان. مش ده بتنجان اهو. لا تشابه. ما تنقش يا مركول كده. حاره مش بتاعتك انت اللي حاره. انا حطيت له شطه. انا اليومين دول بقيت شغال لكم اوبر. روح ودي لا تعالى مش عارف. كان بيجيب حاجه ووصل الناس على اول الطريق. وانا بتضايق ما بحبش السوق العربيه اساسا كتير. ايوه بس اكل العيش مر بقى. نعمل ايه؟ انتوا عارفين على امير ابني عشان يسوق العربيه لازم يقف قدام الباب نص ساعه، يعدل في الكرسي بس ويعدل في المرايات ويشغل الموسيقى، يشغل الموبايل بتاعه يظبطه على العربيه اوصله، ويقوم مشغل اغاني و50 ستوري لسلمى. صوره وهو سايق العربيه وصوره بايده وصوره من الشباك وصوره بظهره وصوره. بس والله فيديو عرضه فيديو طول. والله هو عارف لو يفتح قناه بقى فعلا. انت عارفين المحادثه اللي بينه وبين سلمى لو ناخد منها الفيديوهات اللي بتتبعت كان زمان امير ابني بيكسب ذهب. طب بابا ما كانش بيصور لك زمان لما كنتوا مخطوبين؟ لا كانش بيقعد يصور كانش لك؟ ايامنا موبايلات. كان معانا تليفون اللي هو بيعمل امال كان بيعمل لك ايه يعني اللي هو اللي انت مهتمه بيه او هو مهتم؟ الاهتمام بينكم كان ايه؟ نتكلم على الارضي، التليفون الارضي. غير ده انا كنت لما اخرج من المدرسه لازم الاقيه واقف لي قدام باب المدرسه. اصل انا كنت رايح اشتري حاجه لشغله يعني. ويقف معايا قدام باب المدرسه، ياخدني من باب المدرسه يوديني باب بيتنا. اصلا بيتنا وبين المدرسه هو شارعين. بيوديكي مشي وتتمشوا؟ هو شارع. انا بيتنا قدام بيتنا هو المدرسه الشارع ده.
فكان يجيبني من المدرسه، وقفنا قدام بوابه المدرسه نص ساعه، وقفني تحت بيتنا في الشارع نص ساعه، يطلع يسلم على ابويا نص ساعه، يقعد معانا. بصي يعني هو كمل معانا اليوم. هي كانت بتحب تقعد تغيظ اصحابها عشان كنت انا واد حلاوه، وكنت بقى مسرح بقى ومظبط نفسي، بكلمكم بجد. فكانت بتحب تتمرع بقى ايه قدام كانت بتحب تتمرع قدام اصحابها بيها يعني. كنت انت واد ايه؟ ما انت هتسداد بقك بقى. واد حلاوه طول عمرك. حلو السر. خبط جامد انت قوي. لا ده هو صاحب عادي. بس حلو قوي. حلو ايه؟ ما نزلتش بقى، ما انت كنت حرك ايدك. انا ما رضيتش احرجك قدام. الحمد لله اكله يا نشوى، تسلم ايدك والله. والله غلطتك، وانا اتحركت، انا كل اللي عامل كده. كل يوم وانتم طيبين. قلنا النهارده ما نطلع نتغدى. عايزه افتحها لاني امير ده اتجوز، بس استنوا هاجر بره، يعني اتجوز وهاجر. احنا نوديه السعوديه ونسيبه ونيجي. لا انا هزر. نشوف لنا هو اسمه ايه؟ لا هو احنا نشوف لنا حي تاني. لا احنا نوديه نسافروا بره. احنا نوديه لبنان. اشمعنى؟ هي اجت كده وخلاص. ودينا لبنان. نوديه السعوديه كل شويه، ده انا بروح السعوديه. لا يا حبيبي صح معاك حق. انت روح لبنان يا ابني. وتقعد تعيط تقول فينك يا ولا معيطين ولا معمولين. انت اللي كنت بتحلل القعده. بتحللها. انا اقعد اعيط كل غدا وانتم بخير. هتجوز تاني يوم الصبح وهتعيطي. لا خلينا اعيط، ده انا هفرح. اقول ياه هم ونزاح. ده انا هكسر وراك زير. ده يعني زير حاجه حلوه، ده الزير ده حاجه مش عارف يعني ايه زير. قول لك كبيره. قول لي هكسر وراك، قول لي. لا انت هتقعد تعيط وتقول فينك يا مان، انت اللي محلل القعده، انت فينك بس. وانا دي اصل لو جات لك هتبقى قاعده كئيبه وعايزه تروح، وان انا داخله في اكتئاب. انا الوحيد اللي طلعت فرفوش في العيله دي بجد يا امير. احنا هنبقى قاعدين كده اهو من غيرك عاملين زي العرب. اللي من غير ايه؟ من غير كلب لا يا نشوى. بس ما ينفعش الكلام ده بقى عشان هي بدات تلودها. حقك يا ابني. تقول لها تعليقات وحشه.